بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا السمنه اللي انا قلت لكم عليها وكنت جايبه لكم عليها عرض، وعامله لكم كرتون الدودو كمان عشان تبقى موفره بالنسبه لكم. بصوا السمنه، انا بسيح السمنه دلوقتي عشان اعمل الكحك، وهعمل برضو البيدي فور، فطلعت برضو الزبده. بصوا بسم الله ما شاء الله. العرض انا قلت لكم بتاع السمنه موجود لحد بعد العيد، سوري لحد العيد. مش عارفه بصراحه هنعرف نمده تاني لحد بعد العيد ولا لا، بس والله العظيم بجد السمنه تحفه بسم الله ما شاء الله. من احلى السمنه اللي انا جربتها على السوشيال ميديا، ولقيتها حلوه قوي ونفعت معايا في كل حاجه، وبستخدمها طول السنه ما شاء الله اللهم بارك. وبحاول ان انا اجيب لكم عروض دايما طول السنه عشان تستفادوا برضو وتجيبوا سمنه، لان الاسعار كل سنه بتزيد، وطبعا هتزيد اكتر من كده، الله المستعان. بصوا بما ان بقى معرفتش اعمل معاكم خالص فيديو للبيدي فور والكحك، وانتوا طلبتوا مني البيدي فور، فان شاء الله باذن الله الستوري هيكون عن الكحك والبيدي فور، تمام؟ فتابعوا بقى الستوري ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. بصوا انا كده طلعت كل المقادير بتاعتي. ال2 كيلو انا هعمل 2 كيلو النهارده، عليهم كيلو 150 جرام سمنه. انا بسيح سمنه دلوقتي تاني عشان اللي انا عملتها كنت بسيحها كانت 650 بس، تمام؟ وانا محتاجه كيلو 150. وهنا 4 معالق سمسم متحمصه، و4 معالق سكر بودر، وبيكنج باودر نص كوبايه، سوري نص معلقه كبيره وخميره برضو نص معلقه صغيره، تمام؟ ورشه ملح. بصوا ده كده رشه ملح، وده كده السمسم، بيكنج باودر، الخميره، السكر البودر. هقلب بقى ده كله مع بعضه. بصوا نسيت اوريكم، دي ريحه الكحك، تمام؟ وده الملبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كوبايه ميه، وادي النص، طبعا الميه فتره، ونص لبن. بصوا اصلا العجينه بدات تلم اهي. بسم الله ما شاء الله. بصوا العجينه، والله العظيم اتحداكي ان حد بيديكي المقادير كده مظبوطه، ولما تعمليها من ورايا هتطلع لك المقادير مظبوطه بالظبط، مفيش فيها اي اختلاف، ولا في حاجه اسمها تطلع مش حلوه ولا الكلام ده كله. واللي جرب من ورايا البسكوت هو اللي هيبقى عارف الكلام ده. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله. ما تخافيش خالص لما تلاقي العجينه زي ما قلت لك في الاول كده تلاقيها سايبه معاكي، هي عشان السمنه وعشان الميه واللبن بيبقى لسه بس فترين. بعد كده بصوا العجينه بتبقى عامله ازاي، ما شاء الله بجد بسم الله ما شاء الله. بصوا لي بقى على الجمال، ايه رايكم؟ بصوا بسم الله ما شاء الله. وده بنوتي بقى السكرة، هي اللي رسمة دي، وانا بقيته قطتي صغننة ساعدتني. بصوا دي نقشة ليان بنتي تسلم ايدك يا ليلو، جميلة خالص. بصوا هي اللي عاملة اللي هناك دي برضو، اللي هي الوردة دي، ساعدتني في الكحك، سهرانة معايا بنعمله. بصوا بقى على الكحك القمر ده، بصوا الجمال، بصوا التسوية، بصوا بسم الله ما شاء الله. ودي بتاعت طبعا ليان بنتي، دي نقشتها بس كتر خيرها والله، والله لولا هي انا كان زميلي قاعده لسه ساعه كمان بعمل ودي برضو النقشه بتاعتها، كان زميلي لسه قاعده بعمل الكحك. عايزه اقول لكم اصلا النهار طالع وانا يا دوب لسه مخلصين حالا. ان شاء الله باذن الله النهارده هنزل لكم الفيديو فور، احتمال بكره انزل لكم الفيديو فور عشان هعمله النهارده بالليل. بكره ان شاء الله انزله لكم بطريقته بكل حاجه. انا مش هعمل غريبه عشان انا مش بحب الغريبه، بس اللي عاوز طريقه الغريبه برضو يبعت لي. وطريقه الكحك دي لو عملتيها بالطريقه دي
بصي هتاكلي احلى كحك في حياتك. اعملي بس نفس الطريقه بتاعتي دي وهيعجبك جدا. بس نسيبه بقى يهوي شويه كده وبعد كده اقفل عليه. بصوا نسيت كمان اوريكم السكر. انا عايزه اقول لكم ان انا وانا بعمل الكحك بطحن سكر بزياده عشان اسيب شويه كده، احطهم في كيسه واحطهم في العلبه مع الكحك. اللي حابب بقى ياكل كحك بسكر يكون السكر جاهز، ما محتاجش ان انا لسه اطحن سكر وكده. بس انا عموما يعني بحب الكحك ساده، ما بحبش خالص بسكر. وكده مهمه الكحك خلصت، ناقص لنا البوتفور وبعد كده بقى نبدا بقى ايه في ترويقات الشقه بقى ان شاء الله.